تعالوا النهارده نعمل مع بعض يا جماعة فراخ كنتاكي من غير ولا غلطة. فراخ مقرمشة جدا جدا وبصوا مستوية جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعة الطريقة سهلة جدا. معانا يا جماعة لبن وتوابل ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر، وكاري وبهارات وماجي فورية، وكل التوابل بقى اللي انت تفضليها وتحبيها. وهندي عصرة ليمونة هنا يا جماعة، عصرة الليمونة دي علشان تدي بس مزازة. وهنبدأ نقلب كويس علشان نقلب التوابل كويس، وطبعا غاسلين الدبابيس بتاعتنا كويس جدا جدا. وهنبدأ نحطها في اللبن بالتوابل وهنبيتها ليلة كاملة. وهنشوف بقى هنعمل بعد كده ايه. هنا كنت متبلها قبلها بيوم. هنجيب يا جماعة معانا هنا 3 كوبايات دقيق على نص كوباية من النشا، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها على اللبن هنحطها على العجين. وهناخد اللبن اللي احنا كنا متبلين فيه الدبابيس، وهقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنبدأ ناخد طبعا دبوس دبوس وهتغطسي كده في اللبن. في ناس بتعملها بمية، بس لا انا باخد اللبن عادي وبيدي طعم جميل جدا. وهنعمله النهاردة من غير ولا غلطة، وهنكرر الطريقة دي مرة تاني عشان يديكي كفر حلو جدا جدا ومقرمش زي ما انت ما هتشوفي دلوقتي. وهنعملها من غير ولا غلطة. ولو وصلت لحد هنا تنسيش تحط اللايك. وبحبكم كتير حبايبي في الله، وفي زيت غزير طبعا. وعلى الاقل كده ايه، من 3 4 دقايق كده على كل وش، او 5 دقايق على حسب بقى حجم الفرخه بتاعتك قد ايه. انا الدبابيس بتاعتي كانت كبيره فاضطريت اسيبها شويه عشان تاخد سوا كويس. ولون تحفه زي ما انتم ما شايفين بقى، واخد قرمشه وتحفه جدا يا جماعه من غير ولا غلطه. وهنساوي كل الدبابيس بتاعتنا بنفس الطريقه، ونكون خلصنا مع بعض كده الفيديو. وشوفوها قد ايه هي مستويه من جوه وتحفه جدا. ولا نسيش تحط اللايك. ولو انت جديده معايا واول مره تشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناه، واستنوني حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم.